يا مساء الفل والورد والياسمين على قلوبكم يا رب العالمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب العالمين. النهارده هعمل ألذ واطعم واحلى اكله ممكن تاكلوها، اكله الملوك. انا ما سميهاش غير اكله الملوك. تمام، قبل بس ما ابدا الاكله بتاعتي انا كنت عامله كام حاجه، بس ابتديت ان انا اسيح السمنه البلدي بتاعتي. انا بجيب 2 كيلو بيقعدوا معايا مثلا 3 شهور ولا حاجه. ما باستخدمش كتير في الاكل. وعايزه اقول لكم انا جبتها ب 320 بدل 340 للكيلو الواحد. وهي كانت حتى انا قلت لها ده بالعافيه، يعني هي بالعافيه نزلت معايا سعر السمنه. قلت لها انا بجيبها منك في الشتاء ب 340 و 350، هتدهاني في الصيف بنفس السعر؟ اكيد لا طبعا. فبالعافيه نزلت معايا 20 جنيه. بس الامانه سمنه الست اللي انا بجيب منها دي السمنه بتاعتها تحفه ما شاء الله، بتقعد معايا فتره طويله. يا دوبك سيحتها وصفيتها والحمد لله على كده، ربنا يجعل فيها البركه. هبتدي بقى اعمل القلقاس بتاعي، الاكله الألذ والاطعم على قلبي، بحبها جدا. جبت حله هصفي فيها الشوربه. احط فيها الشوربه عادي لان انا هسلق طبعا القلقاس في الشوربه. جبت كيس بسمه اللي هو القلقاس اللي هو سريع التحضير دوت من بره. ما عنديش وقت الوقت اللي انا فيه ده، ما عنديش وقت اجيب القلقاس من بره واقشر واعصر عليه ليمون واجيب الخضره وانضفها واقطعها. اصلا كده كده النظام اللي انا ماشيه عليه مش باكل فيه ورقيات او اي حاجه فيه خضره. بس لو حصلت مرة في الشهر زي ما انا عملت دلوقتي كده فعادي استثناء. الحمد لله الحمد لله بطني ما وجعتنيش يعني، او حسيت بانتفاخ بعد ما اكلت القلقاس لان فيه خضار يعني. تمام. عايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه ان القلقاس يقعد فتره طويله في السلق، او زي ما بنقول يطلع دكر يعني. لان احنا كنا بنجيب القلقاس ونقشره ونحطه انه يتسلق، وكنا نخاف ان هو يبقى انشف من البطاطس بعد ما بياخد وقت طويل على البوتاجاز. المهم ان هو الحمد لله ما خذلنيش، و10 دقايق بالظبط ولقيته القلقاس زي الزبده. انا ما كنتش متعوده ان انا اجيب حاجه سريعه التحضير، بس فعلا غصب عني يعني. عايزه اقول لكم ان انا متعوده اعمل كل حاجه في بيتي، مش بثق ان انا اشتري اي حاجه من بره. بس ده استثناء. والحمد لله انا راضيه يعني، مش حاسه بتأنيب ضمير، الحمد لله متصالحه جدا. المهم انا حبيت ان انا احط اللحمه في قلب الشوربه، في قلب القلقاس. عفوا، انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش اعرف ان كيس القلقاس معاه سلق وكزبره مطحونين زي ما انتم شايفين اخضر، من غير توم من غير كزبره من غير توابل، هو بس سلق وكزبره بس. طبعا احنا متعودين نعمل الاكله دي بتوم طبعا وكزبره ناشفه وفلفل اسود ومرق الدجاج. طبعا انا ما حطيتش كل ده، حتى الشوربه من غير بصل فقط بملح، ورق لورا وحبهان، والرز الابيض بملح فقط. هو ده الاكل اللي انا بقيت اعمله الفتره ديت، باكل ما بحرمش نفسي من اي حاجه. نفس الكميه اللي انا كنت باكلها ما بقللهاش، بس انا منعت البصل والثوم و والتوابل والحاجات الكتيره دي. وبس مستنيه رايكم في التعليقات عن الاكله دي، مين بيحب الاكله دي ومين ما بيحبهاش، لو بتحبوا تاكلوها جنب فراخ ولا لحمه. وقولوا لي بقى رايكم في التعليقات. ما تنسوش تتابعوني على القناه الحمراء يوميات ام فهد، وما تنسوش تدعوا لامي بالرحمه وتصلوا على النبي. انا بتكلم معاكم زي عيلتي والناس اللي بتتابعني، انا ما بحسكوش ناس غريبه، بالعكس انا بحسكوا اهلي وناسي. فانا فعلا مستنيه رايكم في التعليقات. وبس قولوا لي مين بتحبوا الاكله دي ولا لا. واكيد لازم يبقى في ولد عاق في الأسرة ما بيحبش الأكلة دي، ولا السبانخ ولا الكوسة. بس أنا بعشق الأكلة دي جدا. شوفولي بقى الجمال، وشوفولي الحلاوة، شوفولي القلقاس اللي شبه الزبدة. حرفيا الأكلة كانت خفيفة على بطني، ما عملتليش انتفاخ، لأن فعلا كان بيعمل لي انتفاخ الثوم. والاكله كانت خفيفه جدا الحمد لله الحمد لله. انا كنت ناويه اسلق القلقاس فقط في الشوربه ما احط، بس انا اتفاجئت لما لقيت كيس سلق وكزبره، حتى انا ما قراتش ما خدتش بالي. تمام. بس اتمنى تقولوا رايكم في التعليقات وتفضلوا بقى معايا في الاكله الجميله ديت. كنت عايزه اقول لكم ان انا هفضل انزل لكم فيديوهات القديمه اللي انا كنت بعملها بصوتي برضو، وهنزل فيديوهات جديده عن النظام الجديد دوت اللي هو من غير بصل من غير توم من غير توابل كتير، فقط ملح. يعني اتمنى تدعموني باللايك الجميل والكومنت الحلو اللي زيكم. وما تنسوش تاني تدعوا الام بالرحمه، وتقولولي الاكله دي مين بيعشقها في البيت، وبتحبوا جنبها لحمه ولا فراخ. اشوفكم المره الجايه.